في ناس ممكن تشوف إن المستشفيات هي الأماكن الأكثر خطورة على وجه الأرض، وإن في ناس كتير بتموت فيها أكتر من أي مكان تاني. لما الناس بتقول كده ممكن يكون عندها حق من وجهة نظرها ومن زاوية معينة، وبيكونوا مخدوعين بما يسمى الاختيار المتحيز أو selection bias. وده بيحصل لما بنشوف جزء من المعلومة واللي مش بتمثل الحقيقة الكاملة أو كامل المعلومات اللي ممكن تقرر على أساسها، وبالتالي بتوصل لنتيجة غلط. في قصة واقعية ممكن تقرب الصورة أكتر وتوضح المعنى. كان في عالم رياضيات عبقري اسمه إبراهام والد، كان مضطهد من النازيين في النمسا وهرب مع عيلته لأمريكا سنة 1938. وأثناء الحرب العالمية الثانية تمت دعوته ليصبح عضو في مجموعة البحث الإحصائي للمساعدة في المجهود الحربي ضد ألمانيا. وفي يوم طلبته القوات الجوية الأمريكية هو ومجموعته عشان يلاقوا حل المشكلة، وهي إن في طيارات كتيرة بيتم إسقاطها من القوات الألمانية. عرضوا عليه كل المعلومات اللي جمعوها من الطيارات اللي قدرت ترجع. الطيارات اللي رجعت دي كان في جسمها ثقوب كتيرة نتيجة الطلقات بتتركز في منطقة الجناحات والهيكل، وطلبوا منهم انهم يدرسوا الطيارات اللي رجعت دي ويلاقوا الطريقة المثالية لحساب الاماكن اللي ممكن يركبوا فيها دروع لحماية اجسام الطيارات. القادة في القوات الجوية كانوا عايزين يركبوا الدروع في اكتر الاماكن اللي بتتعرض للاصابة، وهي منطقة الجناحات والهيكل. ولكن وبعد دراسة المشكلة بيقرر والد عمل العكس. قال ان الدروع مش هتركب في الأماكن اللي تركزت فيها الطلقات، ولكن هتركب في الأماكن اللي ما تعرضتش لأي إصابة. القادة في القوات الجوية ما قدروش يستوعبوا هو ليه عمل كده، وده لأنهم كانوا شايفين جزء من الحقيقة وكانوا بيقرروا بناء على كده. ولكن والد لأنه حلل البيانات وقدر يخمن ويكمل الجزء الناقص ويشوف الصورة كاملة، وهي إن الطيارات اللي محتاجة تدعيم هي الطيارات اللي وقعت أصلا وما رجعتش، مش الطيارات اللي رجعت واللي كانت الإصابة فيها في أماكن تانية غير الهيكل والجناحات زي المحرك ومنطقة الديل. وإن قرار القادة في القوات الجوية كان غلط لأنه كان مبني ومتحيز للمعلومات اللي كانت قدامهم في أجسام الطيارات اللي رجعت. ولكن هل القرار المتحيز بيكون بس بسبب نقص المعلومات المتاحة؟ وهنا هنتكلم على ظاهرة تانية اسمها سيمبسون بارادوكس. مجموعة من البيانات بتوجهنا لاتجاه معين، ولكن مع إضافة بيانات جديدة بنروح لاتجاه مخالف. وفي واقعة شهيرة بتوضح الكلام ده. سنة 1973 كان في كاليفورنيا جامعة اسمها جامعة بيركلي. بعد تحليل بيانات الطلبة اللي قدمت للجامعة دي لقوا إن نسبة الأولاد اللي تم قبولهم أكبر بكتير من نسبة البنات، والناس وقتها اتهمت إدارة الجامعة بالعنصرية والتحيز ضد الإناث. وبعد التحقيق في الموضوع لقوا إن عدد المتقدمين من الأولاد كان بتركز على الأقسام الأقل تنافسية واللي بتاخد من درجات قبول أقل، في حين إن البنات كانت في الأغلب بتقدم في الأقسام الأعلى تنافسية واللي فرصة القبول فيها أصعب. ونتيجة التحقيق في النهاية إن كان في فعلا تحيز من إدارة الجامعة، ولكن لصالح البنات. في المثال الأول كان في جزء من البيانات ناقص ولم يتم دراسته اللي هو الطيارات اللي مرجعتش، وفي المثال التاني ما كانش فيه تحيز من جامعة بيركلي ضد البنات، ولكن على العكس دول أخدوا فرص أكتر في الأقسام المميزة. ولو أنت من الناس اللي شايفة إن في ناس كتير بتموت في المستشفى، فده لأنهم كانوا مرضى من البداية وحالتهم كانت في الغالب حرجة قبل دخولهم. المهم دلوقتي أنت رأيك إيه؟ هل ممكن فعلا إن التحيز في الاختيار يكون سبب إنك أخدت قرار غلط قبل كده؟ ولو ده حصل فأنت إيه رأيك في اللي ممكن يقدم لك معلومات ناقصة ويحاول يخدعك ويوجهك لاختيار قرار مش سليم؟ فحاول بقدر الإمكان إنك تتأكد إنك بحثت كفاية وإنك شايف الصورة كاملة قبل ما تاخد أي قرار. ونتقابل قريب إن شاء الله.